السلام عليكم متابعينا الكرام. في هذا الفيديو هذا غادي نعرفوا المعنى الحقيقي ديال القهر. هذا الفيديو هذا غنسطروا على كلمه قهر زمان بالخط العريض. مع الاسف الشديد حنا اليوم قدام هذه الحاله هذه اللي انا اكيد غادي تهز كل النفوس. هذا الفيديو هذا اللي غادي يهز كل المغاربه، فكنعاود نقول لكم متابعينا الكرام حاولوا يعني تساعدوا معايا نفسيا باش تشوفوا معايا هذه الحاله هذه اللي كتضر في الانفس، ولكن لازم اننا نشوفوها، لازم اننا نسلطوا الضوء على بحال هاد الافراد اللي كيعيشوا معنا داخل المجتمع واللي حتى هما اخوان ديالنا وحتى هما امهات وابناء هذا الوطن العزيز. فبقى معنا متابعينا الكرام، غادي ندخلوا خطوه بخطوه باش نشوفوا هذا المكان اللي حنا كنتواجدوا فيه، اللي كيف ما كتشوفوا راه هو يعني الصوره كتعطي كل الترجمه وكل المعنى الحقيقي ديال كيف ما قلت القهر راه كيبان مع الاسف في الجدران ديال هذا المكان هذا. فغنزيدوا نتعمقوا فيه اكثر وغادي نشوفوا المعاناه والمعنى ديال المعاناه الحقيقي في منزل من المنازل اللي كاينه في هذا المكان هذا. بقاو معايا متابعينا الكرام لحظه بلحظه. ولا تخرج مع التقرب احمل تحت فكيف ما كتشوفوا متابعينا الكرام هذه هي الدار فين كتعيش، اولا الفيلا فين كتعيش ناديه. الفيلا مع الاسف الشديد كيف ما كتشوفوا في الخلفيه ناديه مسكينه جامعه حوايجها وتخرج للزنقه مع الاسف الشديد. فكيف ما قلت ناديه اللي هي واحد انسانه منا، واحد الشخص كيعيش وسطنا، اختنا ام عازبه، مطلقه بجوج ديال الوليدات. كيفاش غدير؟ فين غتمشي؟ كيفاش باش غتغطى؟ شنو غادي تفرش؟ هادشي هذا كامل غادي نعرفوا معها ناديه. واش هاد الحاله واش هاد الهم هذا اللي تسلط عليك مع الاسف الشديد؟ والحمد لله على كل حال. الحمد لله. السلام عليكم. شكرا بعدا كنشكرك مره اخرى حيت عيطت لك وجيتي كتجري عندي بهذيك الحاله الهستيريه اللي انا دابا حاليا فيها. انت كتشوف انا خويا العزيز غادي نخرج غنفرش الارض وغنتغطى بالغطا ديال الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على كل حال. وزيدون انا خويا مريضه بالكونسير ومريضه بالاعصاب، فهمتينا خويا، ما كنعش لا بالليل لا بالنهار، والحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله. انا دابا غير نتوما غتمشيو غنخرج للزنقه. علاش؟ حيت ما عنديش باش نكري هاد الشيء، ما عنديش شيء. لا ما عنديش باش نخلص الكرا، لا ما عنديش، لا ما عنديش. انا كنسعى في المارشي وكنفضل اخويا نسعى ولا نفسد ولا نبيع الحمي عزيز عليا، ما نبيعش الحمي وما ما نديرش الغضب مع الله سبحانه وتعالى. نفضل ناخذ درهم نشري بها، نسعى درهم بالحلال وناخذ خبزه بدرهم بالحلال وناكل هذيك الخبزه وتجعل فيها الله البركه وما نفسدش وما نتعراش وما نديرش راسي في التلفازه ولا في هذاك التليفون ونتعرى ونوري هذاك الشيء ديالي. لا 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 لا، خاف من الله سبحانه وتعالى واحترام البيوت المغاربه اللي ربوني من صغري. ما نقدرش. كاين ناس وحدين اخرين كيديروا هذا الشيء هذا الناديه واخا كيكون عندهم واحد شويه من هذا الشيء اللي نتيا طايحه فيه هاد النهار. واخويا العزيز اش غنقول لك، هادوك ما كيخافوش من الله، ما كيخاف. شوف حتى واحد ما الدنيا دايزه، الدنيا دوامه، اليوم غدا عليا بعدو عليك، الصمته دايزه. اليوم تكون لاباس، الا بغى ربي هذيك الساعه يغنيك غيغنيك الله سبحانه وتعالى من عنده، حيت الله اللي كيرزقك وكيرزقني وكيرزق اي واحد في هذا الكون. باش نقول لك راه رزقك على الله اول حاجه، وثاني حاجه نفضل نسعى ونعس بالزنقه انا وولدي ساد ونتكرفص ويحكني الزمان وما نتعراش وما نوريش راسي عريانه وما نقولش لا راقصه لا والو. الحمي انا عزيز عليا. انا شتي بارك عليا خويا غير نوكل ناكل انا ووليداتي ونخلص السكن ديالي ونحط راسي على الخديه، يكون ضميري مع الله مزيان، فهمتينا خويا العزيز. ولكن باش نخرج نفسد ونتعرى وندير لا، عزيز عليا الحمي. وانا قهرني الزمان، ماشي قهرني المرض، قهرني الكرا. وانت كتشوف انا دابا غنخرج
الحمد لله. اللهم لك الحمد. الله بغى يجربني، غيشوفني واش غنصبر ولا ما غنصبرش، والحمد لله. ماشي اول مره غنخرج للزنقه، خرجت شحال هادي والحمد لله. واللهم لك الحمد. الله، انا عندي وليد عطيته الحمد لله، انا وليد عطيته الحمد لله، والشكر لله على كل حال، على كل حال. اللهم لك الحمد. ديال الجمعة الكرام. لا عندي غير هاد الشهر اخويا عليا 1000 درهم، حيت اخويا السعايه ما بقيتش كنصور حتى درهم، حيت حمله وكاين المشاكل وكاين من حقهم حيت المخزن الا قال شي حاجه خصك ديريها، خصكش ديري معاه. حيت علاش؟ حيت قال لك اخويا لقاو شي ناس عندهم الديور وعندهم الطوموبيلات وعندهم التليفونات وعندهم خيرات الله وعندهم الفيلات عندهم شلة هذا، وكيخرجوا كيسعاو دابا حتى المحسنين مساكن، حتى المحسن الا بغى يصدق ما غيعرفش لمن ولا شكون. قال لك حوته وحده كتخنس الشواري. وانا خويا ما غا انا الحميزيتي ليا ما نخرجش ما نفسدش وما نخليش شي راجل يقيسني وما نمشيش للكباري وما غنمشيش نشطح. نفضل نسعى ونفضل يحكني الزمان ونزيد نعس في الزنقه وماشي مشكل وما ما نديرش هذاك الشيء. واخا نعرف كاع ولدي الكبير نعطيه لشي حد ماشي مشكل، نبقى انا في الزنقه ما عنديش المشكل وما نديرش هذاك الشيء. اخويا العزيز انت اللي سبق دوزتي شي ايامات في الصنقه، كيفاش دازوها؟ في ايامات كورونا، فاش يلاه دخلت كورونا كنت كاريه هنا في الزاويه. دخلت مشي خرجتي؟ هنا خويا في الزاويه، كنت في الزاويه هنايا في هاد الزنقه اللي مورايا، كنت كنخلص دار ب 1200 درهم. المهم مالين الدار بغاو يبيعوا هذاك الشيء، حنا كركبونا حنا ثلاثه، هذه اللي فوق مني والسيد اللي ربى لي الولد اللي هضرت لك على ولدي وانا. دابا خربه ريبوها خربه، وعامين وانا في الزنقه، وكاينين شي وحدين اللي ساعدوني وكاين لي شي وحدين في الشتا خيط من السما كيجيبوا التليفونات وكيصوروا هذا وكيضحكوا عليا وكيزيدوا. ما انا عرفت. وجا عندي واحد نيت كاين هشام اقمحي ولد الحومه، قال لي هو تا هو مع سميتو مع واحد السيد تا هو ولد الحومه في هذا الشيء ديال الحمامه ما الحمامه، فهمتيني؟ وقال لي غنوقفوا معاك وهذاك الشيء. غير هضره خويا العزيز، غير هضره، غير الناس بحال وجهك. شحال دوزتي تقريبا؟ عامين في الزنقه. تا جا خويا بدر كنشكرو من هذا المنبر، كرا ليا فسله مع واحد ماشي هو اللي كرا ليا، هو عطى غير الفلوس لواحد الجمعيه وهذيك الجمعيه دارت الخواط صافي. من تما جا واحد السيد من تماره، السي محمد من هذا المنبر كنشكرو الله يشافيه، سكنت عنده انا وولدي سعد وامير عنده في تماره صافي. تا وليت كنخرج، وليت اخويا كنخرج كيحنوا فيا المحسنين وهذاك الشيء. وهي فاش كريت هذا البويت هذا، خويا العزيز. لا بيت هذا هو. دور الكاميرا وشوف، دوري له بنتي الكاميرا يشوف، هذا راه بيت. غادي نوضع بيك وريني هاد الدار فين عايشه. هو بيت اخويا. فكيف ما قلنا ناديه غتوريني فين عندك الكوزينه فين. نعم. هذا هو بيتي، هذا هو البيت اللي ساكنه فيه. هذا وهنايا فين في كتنعسي دابا انتي؟ انا كنعس هنا تما وسعد هنا صافي. ها الكوزينه فين الكوزينه؟ ورينا. هي هذه الكوزينه، هذه هي كوزينتي. ورينا عافاك الكوزينه، هذه هي الكوزينه ديال ناديه. هي هذه كوزينه والمواعن ديالك هنايا. اولا قبل وقيله ما تجمعي كنتي كتحطيهم فوق كنت كنحطهم فوق هذه. دابا في هذه الشبكه وهذاك الشيء، دابا ملي غنخرج هذاك الشيء جمعتهم في هذا البانيو. وهذه غادي نخرج، هذه عطاوها لي المحسن. لا هذه تلفاز عطاها لي واحد المحسن الله يرحم له الوالد، عطاها لي في رمضان ديال العام اللي فات. هي وهذه. وهنا هذا ماريو. حاول تشوف لي غير الماريو ديال ناديه هنا. شوف معايا هنا. وهذيك بوطه. هذا هنا فين كديري الحويجات ديالك. وهذه البوطه فين كطيب. بوطه. هادشي اللي كاين. يعني دابا هاد البيت هذا رجع نافك. يعني هاد البيت هذا فيه الكوزينه، فيه بيت النعاس، فيه الصالون، فيه كل شيء. البالكون.
في كل شيء. لا اله الا الله. هو في شرجم وبالنسبه واحد للمرحاض عندكم مشروكه مشروكة. لانني مشروكة. كنشوف هذه البلاصه الناس بيوتها 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 والناس قولي لي كيفاش دايره هذه البلاصه في السكنه. هنا بيت وهنا بيت صافي وهنا بيت صافي. كنشوف هذا بحال الندى هذا ولا الغموليه. الغموليه الشتا كطيح من الفوق. الشتا كاين كطيح ملي كطيح البروده. دابا ملي كتصب الشتا كيقطر عليك هادشي؟ لا ما تصلح من ولكن تيكون بارد واقيلا بارد. يعني داكشي كي الصيف كي الشتا انا ما كتدخلش عندي الشمس كاع نهائيا بروده. البروده على هذاك الشيء. لا هنا ما هنا ماشي غير انا حتى هنا وهنا كلشي كلهم البيوت الشمس ما كتدخلش عندنا بصفه عامه. كي الشتا كي الصيف. البيت هذا شحال؟ 1000 درهم. 20,000. قاصحه شويه. قاصحه واعره. في كوزينه لا واعره خويا قاصحه. وسيرتو دابا في هذا الوقت مع الزمان غلاو وهذا الشيء ديال الغلا وهذاك الشيء ما نكذبش عليك ما بقيتش قاده نخلص الكرا وما بغيتش نتحشم مع مول الدار حيت هو الله يحسن عوانه. حتى هو تيبغيها المسائل. حتى هو مسكين الله يحسن عوانه حتى هو. بالنسبه لهذا كنتي مرتاحه يعني كوزينه؟ والله ما كيبان ارتياح. لا بخير الحمد لله. شتي غير الا كان عندك يسقف واحد ومجموعه انت وولادك هذيك هي الدنيا وما فيها. المهم مستورين. دابا انا غادي نخرج انا ولدي خايفه لا تغتصب ليا ولدي حيت هنايا كيكون في العكاري بالليل كيكونوا الشماكريه خويا كيكونوا الشماكريه انا فاش كنت خارجه بولادي في العام اللي فات اخوتي ما نكذبش عليك ولادي كيناسوا انا كندير الكوربه كنبقى كنهز عصيه وكنبقى حاضياهم والناس كيجيو لهنا لهذا الجامع اللي كيتصلح الجامع الزاويه هذا اللي كان كيتصلح كيجيو كيصلوا كيشوفوا فيا ما كاينش لي يديها فيا. ما كتنسيش كيفاش باش يسهر. دابا ساعات غنبقى معاه سهرانه خايفه عليه حيت كيقرا كيديرو في المدرسه. كيقرا دابا شدوا العطله كيقرا. العام الجاي هذا العام ان شاء الله غادي يطلع للخامس الثامنه هذا العام ان شاء الله الا نجح يطلع للثامنه. واخا متابعينا الكرام نادية انا عارف عندك بزاف ما يتقال لكن حنا فقط باختصار باش نخليو حتى للناس يعني واحد المتسع من الوقت في الفيديو باش انه ممكن يسمعوه ويعرفوا المشكل ديالك في عجاله. وانا اكيد ان الرساله ديالك في هذا الوقت هذا من الفيديو انها وصلت على اكمل وجه. هذه هي القصه ديال اخت نادية الرباطيه. هذه هي القصه ديال هذه السيده هذه اللي تعرفات اعلاميا وتشهرات بالصراحه ديالها وحبوها الناس ودخلات القلب ديالهم بالصراحه وبالعفويه ديالها مغربيه قحه وفين زادت تبتات حتى مغربيت ديالها والقحه ديالها وكمواطنه مغربيه نفتخروا بها احنا كاملين هو انها رغم هذه المعاناه ورغم هذا القهر هذا كامل لكن فضلت على انها تخرج للزنقه هي والابن ديالها وتبقى عساسه عليه نظرا كيف ما قالت للدياب اللي كيكونوا في الشارع مع الاسف الشديد على انها تخرج ودير محتوى فاضح ومحتوى زائد 18 باش تصور الفلوس وهي عارفه انها لا دارت هذا المحتوى هذا راه غتصور الفلوس. وهي ايضا راه ممكن انها تجيب واحد السمارت فون باش ممكن انها دير المحتوى لكن هي ما بغاتش ما سمحلاتلاش نفسها ما سمحلاش اولا الدين ديالها والعلاقه ديالها مع الله سبحانه وتعالى ما بغاش تخسرها كتطلب هي يعني الهدايه في العكس لذلك زائد ان قالت لك ما بغيتش نخرج عند خوتي المغاربه بهذا الشكل هذا. فكنتوا معنا متابعينا الكرام مع القصه ديال اخت نادية الرباطيه. مع الاسف الشديد هذا هو الحكايه ديالها هذا هو قهر الزمان بمعنى الكلمه. وما تنساوش تابوناو مع صفحه انا بريس الجريده المغربيه.